لحظات الحالة الترجيحية في هذه الأوقات مشاهدينا الكرام. المنصوري يتقدم في أول ضربة، المنصوري يتقدم في أول ضربة وسجل. أول ضربة لفريق الفتح سجلها محمد المنصوري في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات متابعين. محمد المنصوري يسجل أول كرة ويسجل أول لقطة لصالح فريق الفتح. كرة تلعب ضربات الحالة الترجيحية التي سوف تحسم المتأهل نحو الأدوار المقبلة ونحو الأدوار القادمة. سجل نعم وضربة الأولى ناجحة لفريق بنت البير. 1-1 في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات متابعينا الكرام. ميلود شوي وش صار؟ الضربة الثانية نعم عندنا عبد الحي النخيل يتقدم يتصدى حارس المرمى لكرة عبد الحي. الضربة الثانية ضيعة لفريق الفتح ويتصدى بكل احترافية حارس مرمى فريق بنت البير. الضربة الثانية لبنت البير هل يسجلها أم يتصدى أشرف الخلدي ويكرر ما فعله الجول كيبر لبنت البير. يتقدم فيها من اجل التنفيذ يتقدم العاب وضيعها مرة ثانية وتصدى أشرف الخالدي خالدا ويبقى اسمه خالدا في مصر. يا خالد يا خالد يا خالد ضيعتيها يا خالد وضيع بنت البير. هل ضربة ناجحة ضربة خاطئة وضربة خاطئة. يونسي يتقدم أسامة اليونس يتقدم وضيعها ضاعت يا أسامة. ضاعت الكرة على أسامة على اليونس بطريقة عجيبة جدا وغريبة. ضاعت الكرة على أسامة على اليونس والكرة تحولت لصالح فريق بنت البير. يسجل نقول مبروك بنت البير تأهل. ضيع تبقى فيها ضربة أخرى أعتقد. يسجل ادم رزقي امام اشرف الخالدي. نقول مبروك بنت البير تأهل الى الربع نهائي. ادم واشرف الخالدي. الضربة الأخيرة يتقدم ادم واشرف. سجل ادم وما زالت فيها ضربة اخرى. ما زال ضربة ما زالت كورة اعتقد 3 ضربات فقط. ما زالت كورة وحمستم انا قلت لهم اخر ضربه وكذا وكان ذاهب للاحتفال. والكرة سوف تلعب مرة ثانية. والكرة ما زال فيها لعب. عبد الحليم يتقدم مراد الباروذي مراد من اجل التنفيذ. والبارودي مراد سوف يسدد حارس المرمى. نعم أشرف الخالدي يتقدم وأشرف الخالدي عليه أن يسجل. عليه ألا يترك الأمور تحسن. أشرف يتقدم وسجل أشرف الخالدي. رائع أشرف الخالدي في التنفيذ. وحارس المرمى سوف يسدد الآن. حارس المرمى ومن؟ نعم لو يصدها أشرف الخالدي يعني تبقى هناك ضربة ويبقى الأمل لفريق الفتح من أجل التسجيل والتأهل. الضربة الأخيرة هو صمت رهيب يحل في الارتجاع ضيعها قلت لكم. يسد أشرف الخالدي يبقى الأمل للفتح. ونعود لنقطة الصفر الآن. نعود إلى نقطة الصفر وإلى نقطة البداية. ضربة سجلها ضيع بنت البير. مبروك الفتح. أي سيناريو مجنون هذا. وأي جنون يحضر ويحدث في مصر. يتقدم البقالي ويسجل البقالي. الآن الأمور على الخالدي. اللحظات الأخيرة وأصوات تنفسهم تسمع في كل مكان وأصوات همسهم تسمع في كل الأرجاء. يقولون يا رب
يصدها، يا رب تضيع. ضد البير تقول يا رب يسجلها. نعم، أصوات دعائهم وأمانيهم تسمع، وهل يسمع النداء؟ سجلها ضد البير، سجلها ضد البير، وتعاد الكرة في كل مرة. الآن ضربة ما زال فيها لعب، وضربة وضربات الحظ الأكثر تشويقا على الإطلاق. يمشي البارودي ويتقدم البارودي، كرة تلعب من البارودي، يتقدم، سجلها البارودي، سجلها البارودي. باروث، الأمل عليك يا الخالدي والأمال لك يا أشرف. تقدم يتنفس ويبحث عن طريقة مماثلة من أجل أن يسجل، ويبحث الآخر عن طريقة مثالية من أجل أن يصد الكرة. الأمال عليك يا أشرف والأمال عليك يا بنت البير. الكرة تلعب وتنافس، سجلها، سجلها. نعم، أسامة اليونسي يعيد الكرة، أسامة اليونسي يعيد الكرة ويعيد التنفيذ. أسامة اليونسي يتقدم، أسامة يسجلها، سجلها أسامة اليونسي، سجلها أسامة اليونسي في هذه الأوقات وفي هذه الدقائق. متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، أسامة اليونسي يسجل، والكرة الآن آدم رزقي، آدم رزقي، آدم رزقي، آدم رزقي، آدم رزقي وأشرف الخالدي، آدم رزقي وأشرف الخالدي. شوف الخالدي صافرة ونهاية اللقاء. مشاهدينا، مبروك فريق الفتح، هارد لك بالتوفيق. فريق بيت البير أشرف الخالدي يتصدى لثلاث كرات وينال رجل اللقاء بامتياز. مبروك فريق الفتح بني زوال بالتوفيق. فريق بيت البير، شكرا فريق بيت البير، شكرا فريق الفتح على هذه القمة الكروية الكبيرة جدا. شكرا لكم على هذه المتعة الكروية وعلى الروح الرياضية. شكرا فريق بيت البير كل واحد باسمه، وشكرا فريق الفتح كل واحد باسمه. إذا متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان، كان معكم المعلق الرياضي علي الكوني. نلتقي بكم إن شاء الله في المباراة الثانية هذا المساء. دمتم برعاية بيت البير والتسعود. صحة وراحة، صحة وراحة. تحياتي، شكرا بزاف، صحة وراحة. عزازين والله. الله يسر الأمور يا رب، الله يسر الأمور. شكرا بزاف عمو ديالي، الله يحفظك العزيز ديالي. كنحييكم والله العظيم، شكرا بزاف ومرحبا الف مرحبا، عزازين وغاليين والله العظيم. تحياتي يا الحارس العزيز ديالي، شكرا بزاف الحبيب، الله يوصلكم على خير، وشكرا بزاف ومرحبا الف مرحبا. شكرا بزاف اخوتي الحباب والله العظيم. احلى تحيه للفريق الجديد. تحياتي تحياتي، مرحبا والف مرحبا اخوتي. الاخوان نخليكم دابا على بعد 10 دقائق وسنستمر في البث المباشر لمباريات الثانيه.